بتحصل حرب ما بين العمالقه وما بين قصر الملك، والعملاق ده بيمسك طوبه تقيله جدا وبيحطها على المدفع وبيحدفوا الطوبه الضخمه وبيجي في البيت وبيوقع العمود وبيحدفوا طوب كتير على البيت، والملك بيطلع بالحصان وبيشوف بره البيت عدد كبير جدا من الجيوش والعمالقه وبيكون عددهم صغير، بس هما برضه بيكون عاملين احتياطاتهم وبينزلوا الزرار وبتحدف عليهم طوب كتير وبيكون طوب كبير جدا وبيحدف عليهم تاني ويقتل عدد كبير منهم، وبيكونوا عاملين خطه ذكيه عشان لو تعرضوا لمؤامره زي كده، وبيحدفوا عليهم طوب كتير جدا وبيزقوا خشب عليهم بس بيضربوا عليهم بالسيوف، وبيحدفوا خشبه كبيره جدا على البيت وبتكسر السور وبيدخلوا جوه القصر وبيقتلوا ببعض، وبيجروا عايز يدخلوا جوه القصر ويفتحوا البوابه بس بيضربهم بالسيوف، وبيمسكوا خشبه كبيره وبيضربوا بالباب، ويكون العمالقه معاهم 2 فيل ورايحين ناحيه القصر وبيمسكوا خشبه مليانه، والملك بيشوفهم وبيكون مصدوم، لو رايح ناحيه القصر هتدمر القصر كله، والناس كلها بيبص عليهم وبيكونوا مصدومين عشان قرب جدا من القصر، والجيش التاني اول ما بيشوفهم بيعرف انه كسب وبيحتفل.